حضرتك انت دلوقتي المفروض انت دوره الدم في جسم حضرتك طالعه من القلب، بيطلع يضخ في الدم للجسم، تمام، والدم بيرد تاني على هذا القلب. يعني الفكره ان القلب بيضخ عشان تبقى دوره كامله، فبيضخ الدم في اتجاه والاتجاه ده يلف تاني يرجع على القلب ده تاني. عظيم عظيم. فاحنا اتعودنا في شكل الاوعيه الدمويه بنلاقي دايما، يعني انا لو فتحت دراعي ده من هنا هتلاقي في وريد جنبه شريان، الشريان اللي بيغذي الدراع من هنا اقدر احط ايدي هنا علينا واحس النبض، اقدر احسه هنا واحس النبض بتاعه، يعني احسه هنا واحسه هنا، ده شريان. ومعدي جنبه هنا وريد اهو، ووريد بيعدي من هنا بينقل الدم راجع، يعني في دم رايح ودم راجع، دم رايح ودم راجع، ده طبيعه يعني لو احنا تخيلناها كده. فبيبقى شكل الايه؟ شكل الدوره الدمويه الجسميه الرئيسيه كده. بص، بتبدا من القلب وتروح لحد الايدين مثلا كده، وتنزل لحد الرجلين بالمنظر ده، فاهم؟ وتروح للدراع ده، وتروح للرقبه، وتغذي الراس برضو. يعني الكلام الحلو ده حلو حلو. انت بقى الدم طالع من هنا وبيجري كده، وبرضو الدم بيرجع من رجليك وبيوصل هنا ويطلع لحد القلب هنا، صح؟ حركه الدم من تحت لفوق، حركة الدم من تحت لفوق، يعني ده رجوع الدم من الأطراف للقلب تاني. العملية دي عملية صعبة شوية، ليه؟ لأنها بتحصل عكس الجاذبية في منطقة الرجلين والبطن. تاني حاجة إن مفيش القلب بيجري بعيد عن الدم، بيجري بعيد عن القلب عشان القلب بيضخ، ولكن وأنت راجع ما أنت مفيش حاجة بتضخ، يعني مفيش مضخة تشيل لك الدم من تحت وتزقه لفوق. انت بتبقى محتاج ان رجليك دي تتحرك عشان العضلات السمانه وعضلات الفخذ دي هي اللي بتضغط الشرايين من تحت، فبتقوم هي بمثابه القلب لفوق، بس برضه ما بتوفرش نفس الضغط اللي القلب بيوفره. فبالتالي انت الدم بيبدا يتحوش شويه في رجليك، وبعد كده يتشال بحاجه اسمها الغدد الليمفاويه والاوعيه الليمفاويه، الدم الزياده اللي بيرحرح تحت. خلاص؟ المهم اني هاو انت الدم رايح وراجع في اورده، رايح في شرايين وراجع في اورده، يبقى في اتجاهين، اتجاه من القلب للاطراف واتجاه من الاطراف للقلب. العمليه بتاعت من الاطراف للقلب دي عمليه بتبقى باسف اللي بتحصل، عمليه بتحصل سلبيه، مفيش مضخه تشده، غير ان انا بقوم بعمليه شفط كمان وانا بشفط الهواء، بنزل الضغط جوه منطقه الصدر فبيشفط هو الدم من تحت لفوق. تاني يعني انا وانا بعمل، انا ما باخد نفس كده، بعمل هنا ضغط بالسالب جوه صدرك، فانت بتعمل ضغط بالسالب بتشفط حاجتين، بتشفط هواء يملى الرئه اللي انت شدتها، ما انت شديت اكنك شديت كده كيس مقفول من فوق، شديته لبره كده، فالكيس الضغط جواه بيقل، فلو فتحت بقه هيشد هواء. ده اللي بيحصل بالظبط بتفرقه حضرتك. انت بتفرد صدرك الاول كده، وبعد صدرك ما بيتفرد بيشد الهواء، وفي نفس الوقت الضغط السالب ده بيشد الدم من تحت لفوق، لان انت عملت فوق النيجاتيف بريشر او ضغط سالبي او ضغط بالماينس في صدرك، فضغطك اللي بالماينس ده سحب هواء وسحب الدم في الليل. المهم يعني الحدوته دي عشان الدوره تكمل، شريان يدي وريد وشريان يدي وريد، ماشي؟ مش قصتنا احنا هنجيب الرئه فين دلوقتي، انا عايز اقول ان انت دم رايح للكليه هيرجع من الكليه وريد، دم رايح للرجل هيرجع من الرجل وريد، دم رايح للايد هيرجع من الايد وريد. بس في دم رايح وانا قاعد بكلم حضرتك دلوقتي رايح للامعاء، ما بيرجعش للامعاء وريد. يعني الدم يا باشا اللي راح يغذي الامعاء كعضو من الاعضاء، ما انا قلنا انبوبتي المعويه اللي هي ماسكه من بقي حتى فتحه الشرج اللي معديه بالمريء والمعده والامعاء والقولون، المعده كعضو بيروح لها دم واحنا صايمين واحنا فاطرين عادي، دم بيروح على امعائي بيغذيها منين؟ من الاورطه. ما انت خلي بالك بقى الرسمه دي ناقصها حته ياكلوها الساعه 6. بص هو رسم ايه؟ رسم بص رسم القلب وخارج منه شريان، الشريان نازل اهو بيدي شرايين صغيره هنا، بص فروع اهي، الفروع دي مش جايب الاعضاء اللي بتغذيها، وجايب تحت مثلا فرعين رايحين الكلى، ادي كليه يمين وكليه شمال، على يمين وشمال الاورطه على الظهر من ورا،
بيرجع من الكليه دي، والكليه دي وريدين، يعني الكليه دي وريد والكليه دي وريد، فاهم؟ هو شال هنا ايه بقى؟ شال الامعاء بالكبد بالحواشي. البطن دي جديده، يعني ركز في البطن دي. البطن دي ناقصها حاجه يا باشا، تجويف البطن ده متفضي يا باشا عشان تشوف الرسمه دي. يعني الرسمه دي تجويف البطن ده بتاعت العجل بعد ما سلخناه، يعني ده سلخناه وفضيناه، بقوم شادد الامعاء، بسيب دول بقى. الكلاوي بتبقى لازقه هي في الاورطه بالمنظر ده. ويبقى انت معنى كده ان هو دلوقتي شال دي لان دي ليها حدوته. الدم اللي رايح الامعاء ما بيرجعليش بالامعاء بقى. بص بقى الحته دي. يبقى احنا نرجع تاني، ادي القلب اهو. بص دي مرسومه قلنا قبل كده على وش مازنجر. القلب اهو، القلب بيطلع شريان اسمه الاورطه يغذي الرقبه والدماغ ويغذي الدراعات. في برضه بقى دم راجع من هنا ومن هنا على القلب برضه. الاورطه ما بيكمل لتحت كده بيغذي هنا بقى البطن، منطقه البطن، يغذي الكلاوي ويغذي الامعاء ويغذي الكبد، يغذي الحته اللي في حواشي البطن. كويس. فبالتالي الرسمه دي شفناها قبل كده، كنا عاملين عليها جايزه، اللي هي الاورطه بعد ما نزلت بقى في محيط البطن، بقى بعد الحجاب الحاجز هنا بقى نزل تحت كده هنا، تمام؟ فبقى هنا في كلوتين، وهنا بدي بقى الشرايين اللي رايحه على الامعاء، وباجي اتقسم عند البطن من تحت، عند الحوض من تحت اتقسم بقى شريان فخذ يمين شريان فخذ شمال، شريان فخذ يمين شريان فخذ شمال، وراجعين 2 اورده فخذيه بقى، زي ما في 2 اورده ذراعيه كده راجعين كده، و2 فهمت القصه؟ فاهم قصدي ولا لا؟ حلو. هنا بقى يجي الرسمه اللي انا بقى بحب يعني اقولها بقى قوي. الاورطه اهو، الاورطه في البطن اهو، الاورطه اهو تاني اهو. بص الدم نازل، يعني الدم جاي من القلب على تحت، بيطلع شويه شرايين، الشرايين دي بتغذي الامعاء، الامعاء بيرجع منها دم، الدم ده بيعدي على الكبد، بيرجع منه على الوريد الاجوف السفلي على القلب تاني. يبقى ده جاي من القلب وده رايح على القلب، ومن القلب للقلب رسول، فاهم؟ يعني من القلب للقلب رسول. انت باعد، بس في النص حصل حركه بقى، ان انا بعدت من الشريان على الامعاء، بس ما ردش من الامعاء على الوريد، لا، اتحط هنا بقى في النص بروسيسور. انت فاهم الفكره؟ يعني حضرتك كلت دلوقتي بقى حالا، ماشي؟ يعني دلوقتي حضرتك انت دلوقتي كلت، تمام؟ فالاكل دخل في بطنك، بقى في بطنك زي الحصان، فاهم؟ قال لك انت عايز الحصان، قال يا ابويا عايز في بطني، عايز الحصان اللي في بطنك. وبطنك بقى كان في المعده ولا في الاثنى عشر ولا في الامعاء الدقيقه ولا استلموا القولون؟ ما هو انت في انهي حته؟ وبعدين خلي بالك، انت ما بتاكل دلوقتي انت بتحرك ده كله، وده كله فيه بقايا من امبارح ومن اول. انت ما بتفضيش، انت يا باشا انت المفروض ما تاكلش غير لما تفضي، فاهم؟ فانت اكلك كده، بطنك كده فيها فضلات من امبارح ومن اول، ماشي؟ حلو. انت كلت، المعده استلمت 12 امعاء دقيقه قولون، ماشي؟ حلو الكلام. الدم اللي جاي من هنا ما رجعش تاني على هنا، لا، ده عدى بقى هنا في الوريد البابي على الكبد، من الكبد عدى تاني رجع على الدوره الدمويه. يبقى قبل ما الدم بتاع امعائك يرجع على الدم الرئيسي، بيعدي في النص على الكبد بدوره دمويه اسمها دوره كبديه بابيه. ادي الوريد البابي وادي الوريد الكبدي، خلاص؟ يبقى انت تركز معايا في حاجه مهمه. كل الاعضاء اللي بتستلم الدم شرياني بترجع دم وريدي مباشره. الكليه بتستلم دم شريان بترجع وريد، الرجل تستلم دم شريان ترجع وريد، الصباع دم شريان يرجع وريد. لكن الامعاء تستلم دم شرياني تعطل. مين اللي بيقف بقى يستلم منها التحويشه بتاعتها؟ الكبد. وما قبل دخول الكبد وما بعد خروج الدم من الكبد في هنا مرحله بروسيسنج. يعني ايه؟ يعني هنا مرحله تظبيط اللي جاي لي.
ماشي، تظبيط جاي، يعني انا في حاجات جايه لي دلوقتي من الامعاء، هظبط وبعد كده هصدر، فبتحصل عمليه تكسير، معالجه، تصنيع، ترميم، وازاله سموم وتنقيه، وبعد كده تصدير يا باشا او اخراج. ما هو الكبد عنده السكتين، يا يصدر، لو صدرت هصدر دم، لو اخرجت هخرج براز. يعني افرض انت في الاكل اللي انت واكله في امعائك ده، يعني انت في الامعاء هنا واكل اكل فيه دوده، انت واكل اكله فيها اكله كخه، الاكله دخلت الامعاء هنا فيها دوده، والدوده دي عرفت تهرب البويضه بتاعتها على هنا، على الوريد الايه البابي، دخل الدوده دي دخلت هنا او البويضه دي دخلت هنا، قدامها حاجه من اتنين، يا تتحبس في الكمين ده، يا تعدي. لو عدت دي راحت دماغ حضرتك. يعني الدوده دي لو عدت من الكمين بتاع الكبد ده، طبعا هيتقابل كمين تاني في الرئه، بس لو عدت غالبا دي هتبقى الدوده دي بعد بكره في دماغك. امال احنا بنلاقي ازاي الدود في الدماغ؟ تلاقي في دوده في دماغك مثلا، ماشي يعني ازاي تلاقي دوده في دماغك؟ ازاي تلاقي لارفا وديدان جوه عينين؟ يقول لك ده كل الدوده دي في بقه في بطنه، ما جنب الحصان، فاهم؟ جنب الحصان اللي في بطنه، فتلاقي الدوده هي والحصان تلاقيها تطلع في دماغه بقى عادي. بس الكبد بيقف في الاول يعني بص، الكبد واقف هنا مصفى وفلتر وبروسيسور، معالج يعني يا باشا. بص هفهم ساعتك يعني ايه معالج بقى. بص الرسمه بق، الرسمه كده اسكيماتيك اكتر. يعني ايه اسكيماتيك؟ يعني انا دلوقتي اديت دم من الاورطه راح الامعاء، بص الامعاء، بص انا راسمها ازاي، بص والنعمه انا حريف، بص دي بقلم رصاص على فكره، يعني عشان تعرف ان انت ممكن بادوات بسيطه جدا ترسم رسمه عبقريه زي دي. يعني الرسمه دي كلها عبقريه. بص انت المعده والامعاء هنا انا راسم فيهم اهرامات، شايف انت الاهرامات دي اللي هي شايف في نقط كده، النقط دي خلايا هرمونيه. خلي بالك البنكرياس ده كله زي الغده اللعابيه، يعني بيطلع افرازات رغاوي يا باشا. انت الانبوبه دي مش دمويه، الانبوبه دي انبوبه هضميه اللي حضرتك بتدفع فيها بس، يعني حضرتك بتاكل فيها، هي دي انبوبه، ده مقلب الزباله هنا، فاهم؟ بتستلم دم من الاورطه وتصدر دم، بس الدم بتاعها ما ينفعش يروح على الدم الرئيسي على طول، ربنا حط لهم محطه في النص بقى اللي هو الحمام بقى، دخول الحمام مش زي خروجه بقى. ربنا خلق محطه عشان الدم اللي راجع من الامعاء دي يعدي على محطه تشويش وتكسير وتصنيع وتصدير بقى. يعني يا باشا اما تيجي تلاقي دمك فيه سكر، اعرف ان السكر ده جاي من الكبد ده. اما تلاقي الدم ده فيه يوريا، اليوريا جايه من الكبد ده. اما تلاقي الدم ده فيه اتش دي ال وال دي ال، هم جايين من الكبد ده مش من الطفح ده. الطفح ده عنده بوابه هنا هنفلتره، فهمت؟ الخلايا يا باشا اللي انا عاملها مثلثات دي هرميه، شايفها دي الخلايا الهرمونيه. دول مثلا يطلعوا جاسترين، هيستامين، ده تطلع انسولين، جلوكاجون، جي ال بي 1، تطلع كذا حاجه. يعني يا باشا ده يعني البنكرياس ده كله يا باشا ما بيطلعش انسولين، لا، البنكرياس ده كله غده لعابيه، زي الغده اللعابيه بالظبط. بتطلع ايه؟ بتطلع سوائل، السوائل دي بتساعد عمليه الهضم في الانبوبه الهضميه. افهم يا باشا، الانبوبه دي خرطوم شايل اكل حضرتك واللي انت يعني مثلا انا اكلت بطاطس، والبطاطس هي واللحمه جوه المعده دي عليهم احماض وعليهم انزيمات وعليهم. هو الاحماض دي يا باشا اللي انا افرزتها دي هتروح فين؟ لو انا افرزت افرازات هتروح فين يا باشا؟ الحاجات دي كلها لازم تتفلتر. يعني بقى هو عباره عن خليط، انت افرزت حمض عشان تموت بكتيريا، ففي بكتيريا ماتت فعلا، بالفعل في بكتيريا ايه؟ ماتت، والبكتيريا اللي ماتت دي عايزه تتهضم، وعايزه تتهضم فهنحولها بقى لاحماض امينيه ولسكريات سداسيه وخماسيه وما شابه هذا الكلام. فانت معنى كده ان انت الاحماض او الافرازات بتاعه جهازك الهضمي دي بتفضل جوه الانبوبه، ما سيتم امتصاصه سيتم التعامل معاه، وما تبقى هيبقى براس حضرتك. يعني انت دلوقتي انا يا باشا هحط على اللي انت هتاكله افرازات حمضيه بقى قلويه، المهم هتلف معايا اللفه.
اللي هيتم انا هحولها في الاخر لحاجه سائله كده. حلو. وسط السائل ده هيفضل فيه رواسب. الجزء اللي سايل منه ده انا همتص منه اللي همتصه. يعني همتص الميه كلها اللي فيه همتصها، همتص الاملاح اللي فيه والسكريات غالبا كلها همتصها. هيفضل معايا بقى شويه الياف. خلي بالك انا بقى في الجهاز الهضمي ده مش بس الاكل اللي كلته هو اللي موجود، لا ده موجود كمان دم داخل هنا في الجهاز الهضمي ده. والدم ده هيخش جوه معدتك. يعني يا باشا لو انت واخد حتى سم في الدم من بره هيوصل معدتك وهيتفرش جوه معدتك وامعائك بالمناسبه. وبعد كده هيعدي على كبدك. يعني انت لو في دم هيتفرش جوه المعده. عشان كده انت لو في حد وحاجه عضته ولا واخد دم ورجع بعديها بشويه هو لازم يرجع، لان معدته هيتفرش فيها السم ده. فهو من ضمن لفته ان الانبوبه دي معموله لاخراج السموم الصلبه. يعني فرضا الكبد ده لقى ديدان او بويضات طالعه من هنا، هيلفها ويبرمها ويرميها فين؟ في الاثنى عشر عشان يترمي في الانبوبه الهضميه. ما انت يا باشا دلوقتي افرض عندك حاجه صلبه انت اكلتها وعدت، تراب مثلا بويضه ديدان، لا حاجه انت فاهم قصدي؟ الحاجه دي راحت الكبد هيعمل فيها ايه؟ هيغلفها ويقوم راميها فين؟ في الاثنى عشر تاني. عشان دي ماده صلبه متغلفه رايحه عشان تنزل في الستول بتاع حضرتك. مثال على اللي انا بقوله، نواتج تكسير كرات الدم الحمراء. نواتج التكسير دي بتبقى سموم، السموم دي بتبقى سموم صبغيه. فلما بتتكسر كبدك يقوم رامي جزء منها في الاثنى عشر فتدي لون البراز اللون البني، ويترمي شويه في البول فتدي لون البول اللون الاصفر. فهمت؟ عشان كده لون البول دايما لونه مصفر ولون البراز دايما بني. ده ستيركوبايلين وده يوروبالينوجين. الاثنين دول دي الالوان بتاعه تكسير كرات الدم الحمراء بتاعت حضرتك. حلو. يبقى الكبده لما يجي الجسم يتخلص من الصلب هيتخلص من الصلب عن طريق الرئه في البلغم. فاهم؟ يعني انا لما اجي الف الدم هيعدي على الرئه هلفه في كلكوعه واحطه في البلغم وانت هتفه بره. ادي طريقه للتخلص من الصلب. والطريقه الثانيه في البراز. طب يا باشا اللي بيدوب في الميه، لا اللي بيدوب في الميه ده سهل بقى. ممكن اتخلص منه في البراز، في البول، في العرق، في النفس، هطلعه بخار. فهمت الفكره؟ يبقى معنى كده ان الحته بتاعت الامعاء دي دمها اللي طالع منها ما يروحش بقى على الدم ده، لا يعدي على الكبد الاول. فعشان كده هنفترض افتراض ان الدم اهو، بص الكبد اهو، بص الكبد استلم منين؟ بالبابي. البابي ده جاي منين؟ من الامعاء. وهيسلم فين؟ هيسلم للوريد الكبدي. الوريد الكبدي ده يروح فين؟ على الدم الرئيسي. بص بقى هسلمه هيكسوزس يعني كل السكريات السداسيه. هسلمه احماض امينيه، هسلمه احماض عضويه قصيره، هسلمه نشادر، هسلمه هرمونات، الانسولين بالجلوكاجون بالهستامين بالجسترين. خلي بالك كل دول ما يخشوش الدم مباشره. مفيش انسولين ما يعديش على الكبد. ماشي؟ يعني مفيش انسولين ما يعديش على الكبد، لازم يعدي على الكبد مع الاكل. الانسولين والجلوكاجون والجسترين والهستامين والسيروتونين والجي ال بي 1 كل دول يعدوا مع الاكل. والاكل لازم يكون في الشكل ده، مفيش حته بروتين كده. بص بقى يا باشا، الكبد ما بيطلعش منه هيكسوز، يطلع منه جلوكوز بس. يعني الكبد يجيب الهيكسوزس كلها، فراكتوز، جلاكتوز، يحول ده يكسر. انت عباره عن ايه في الاخر؟ جلوكوز، جلاكتوز، فراكتوز. انت ايه؟ هحولكم كلكم الجلوكوز. ادي واحد. الاحماض الامينيه اللي هي دي ما بتطلعش منه احماض امينيه، تطلع منه البومين او جلوكوز، ما يطلعش منه احماض امينيه. الكبد ما يطلعش منه احماض امينيه. عشان كده اللي بياكل بروتين ويقعد يقول لك انا خدت احماض امينيه كتير، يا باشا انت مش رايح على العضلات بتاعتك خالص. انت اللي واقف لك في اللقمه في الزور اهو. الكبد ما بيعديش احماض امينيه، هو عنده امر مباشر. الاحماض الامينيه دي نادره، صنع لي منها يا ابني شويه البومين.
مش نادره، كسر يا ابني وشيل الامينو اسيدز وشيل الامينو جروب اللي عليها وحولها لي جلوكوز. فعشان كده التصدير الاتش دي ال والال دي ال تصنيع كبدي، الكيتون واليوريا تصنيع. يعني انا استلم نشادر من هنا واطلعها يوريا. يعني انا استلم من بطنك من امعائك نشادر اطلعها يوريا، ما تطلعش نشادر. بص الكبد ده يا باشا قاعد، لا اللي واقف واقف ولا اللي قاعد قاعد، هو كله بيقلب الترابيزه عليه. فما تقوليش انا بكتر في اللحمه عشان ده بروتين. اولا انت بتهري في نفسك على الفاضي، هي الياف زياده على الفاضي. كده كده كبدك اللي بيصنع البروتين، يعني كبدك اللي هيصنع الالبومين ده. فهو بيبص على بصه كده والله. بص يعني انت حمزه اميني نادر، ماشي نادر، حوشهم لي يابا، اعمل لي شويه البومين وطلع. ما احنا بنقول دي انبوبه، الانبوبه دي هطلع منها سكريات هيكسوزيس او خماسيه او احماض امينيه، مش هطلع منها البومين على بعضه كده هيعدي، او كولاجين هيعدي، مفيش الكلام ده. جسمي ما يعديش حته لحمه، ما يعديهاش. هو وظيفته يعدي احماض امينيه، سكريات. وكلمه سكريات احاديه يعني ايه؟ يعني سكر ريبوز خماسي يعدي هيكسوزيس، فاهم؟ يعدي التريوزيس الثلاثي، لكن ما يعديش اكبر من كده. ما يعديش حته عيش، ما يعديش حته لحمه، ما يعديش، ما يعرفش يعديه. ده انا بقول لك البويضه، لان البويضه ساعات بتفتق جدار الامعاء. بويضه الديدان، الديدان ساعاتها نفسها هي اللي بتخترق جدار الامعاء وتخش جوه الدوره الدمويه الكبديه، فاهم؟ يعني هي بتعمل حاجه عكس الفسيولوجي بتاعك، هي بتخرم بنفسها. خلاص؟ فانت الكبد واقف في النص، مش اسمها ايه انا باكل سكريات فالدم سكري. يا باشا السكر اللي عندك عالي في الدم ده اولا هو اتخزن في الكبد خلاص. ده الكبد اللي صنع بقى حاجات، صنع منين؟ احماض عضويه زايده فرديه السلسله، صنع منها جلوكوز. عندك احماض امينيه غير نادره وزياده عندي، اعمل منها جلوكوز. عندك بايروفيك ولاكتيك، ما خلي بالك انت البايروفيك واللاكتيك، ما هو انت دلوقتي الدم اللي الكبد بيستقبله ده اهو، الدم ده دم بقى جسم عادي جاي من الاورطه، ففي يوريا وفي لاكتيك اسيد وفي بايروفيك، يعني في فضلات الدم العاديه وفي مكونات الدم العاديه جنب اللي تم امتصاصه من الامعاء. ولازم ما تنساش دايما ان الامعاء لم يمتص منها الاكل فقط، لا ده تم امتصاص الاكل وما يجاوره من هرمونات تم افرازها مباشره في الدم ده. الدم ده فيه هرمونات يا باشا، الدم ده مش خالي، الدم ده مش زي اللي دخله الامعاء. دخلت الامعاء من غير انسولين، خرجت منها بانسولين هنا، فاهم حاجه؟ يعني انا داخل انا كدم بجري فاهم؟ هو انا داخل هنا من غير انسولين، خرجت من هنا معايا انسولين، قصدي من هنا داخل بانسولين، خرجت من هنا بقى المفروض ان الانسولين اتكسر. يعني الانسولين يا باشا ما يخشش الدم العادي، يعني الانسولين اللي تم هنا ما يخرجش هنا، لا يخرج منه من 10 ل 20%. يعني لو الدم ده شايل انسولين 10 وحدات يخرج منهم هنا 2. لو شايل الجلوكاجون 20 وحده يخرج من هنا 4 بالكتير. لو شايل هنا السيروتونين 200 مللي جرام يخرج من هنا 20 مللي جرام. يبقى معنى كده ان الدم ما قبل الكبد غير ما بعد الكبد، الدم اللي داخل الكبد غير الدم اللي خارج من الكبد. يبقى السكر اللي دخل الكبد اتحول بقدره قادر لهنا لنشا ودهون، والجلوكوز اللي خارج ده اصدار احماض امينيه، احماض عضويه. والسكر ده تصنيع من بايروفيك ولاكتيك اللي هي فضلات العضلات. والاتش دي ال والال دي ال ده تصنيع الكبد. والكيتون بودز دي تصنيع الكبد. واليوريا تصنيع الكبد منين؟ من النشادر. يعني يخش له نشادر اطلعه يوريا، اخش له احماض عضويه زي البيروفيك واللاكتيك اطلعه جلوكوز، يخش لي احماض امينيه النادر منها اعمل البومين والزياده جلوكوز. عشان كده اول حاجه تقع مع وقوع الكبد سكر الدم. مهما اديله سكر بقى ده ما يعرفش يعيش. يعني ما عيان الكبد لو الكبد بتاعه انهار، اول حاجه في انهياره الالبومين والجلوكوز والاتش دي ال والال دي ال، ده بينهاروا. الراجل ده ما بيصنعش وما يعرفش يصنع يوريا، يتحوش عنده النشادر.
الكبد يا باشا هو حافظ اوامر. انت داخل معايا انسولين، حلو الكلام، حلو، هنعمل ايه؟ هنخزن السكر ده ايه؟ جلايكوجين، نشويات. والاحماض الامينيه زي ما قلت لك كلمتين، نادره اعمل البومين، احماض مش نادره قلعها السلوبيتات دي وقعدها جلوكوز. احماض عضويه، احماض عضويه هعمل اتش دي ال وال دي ال وفوسفوليبيدز. طب يا باشا الزياده حوله جلوكوز. طب يا باشا لا، ده هي مش فرديه، دي ثنائيه، هعمل منها كيتون بوديز. عشان كده ما بيطلعش اللي طالع من الكبد، طالع بقرار الكبد، تصدير الكبد، تصنيع الكبد بعد المعالجه. يعني يا باشا لو انت خدت بنسلين وهو داخل تم امتصاصه بالامعاء، راح الكبد هيتكسر نصه ويطلع منه نص. عشان كده الدكاتره يقول لك ايه؟ انا هديك 1 جرام عشان اللي هيوصل لك منه 500 جرام. يقول لك اسمه ايه؟ فيرست باس ميتابوليزم، تكسير اول مره. فيقول لك لا، لو انا خدت وريد هعدي دي، هوصل للمثانه البوليه قبل ما يعدي على الكبد. طبعا الكلام ده هري برضه، كفته يعني. ما كده كده هيلف ويعدي على الكبد زي ما قلت لك، ما انا كده كده لسه عندي لفه تاني، هلف يعني هلف مره على المثانه وقبل اللفه الثانيه هعدي على الكبد برضه. بس يقول لك يبقى عدى في الاول بدوز عاليه يعني. لكن انت الكبد، عشان كده الكبد ما بدكش انسولين لانه هيكسره بالبق. هيكسر في المعده، ولو عدى هيروح يتكسر في الكبد يا باشا. حضرتك انت عشان كده بتاخد الانسولين بره، فيقوم انت موقع السكر بره. وبعدين انت السكر الانسولين لما بتديه بره بتعمل لنفسك تكوين ترسيب دهون بره. هتلاقي انت في خدك ورجليك وايديك وبتاع وصدر كبير، وبعدين كبد دهن. الانسولين لو اتفرز بزياده بقى جوه يعني لو انت بص، لو احنا افترضنا يعني ان انت الانسولين هيطلع هنا، يعني الانسولين هيطلع من البنكرياس ده ويمشي مع الاكل ده يروح على الكبد ده. الانسولين بيشتغل ويتكسر هنا يعني، بس لو هو زاد في الحته دي يعمل كبد دهن. لكن لو زاد بره هنا هيبدا الدهون كلها تترسب في كل الجسم، فيزود السمنه بره. يبقى الانسولين جوه في الدوره البابيه يعمل كبد دهني. لو زاد بره يعني انا لو جسمي افرز بدل ما بيفرز 10 وحدات هيفرز 100، فال100 هيكسر منهم 80 ويطلع منهم 20. ال20 دول كتير على جسم، فيعمل تسدي بقى ويعمل دهون في الدراعات وياكل العضلات. لان انت في نفس الوقت الكورتيزون بتاعك بيبقى عالي، بيحارب حاجه ثانيه يعني. خلاص؟ فانت افرازات امعائك لازم تخش على البروسيسور، المايسترو، الكبد يخش بسلمته. ايه ده؟ عندكم انسولين، عندكم بنسلين، عندكم جلوكاجون، عندكم جي ال بي 1. ايه ده عندكم سموم، ده الراجل ده في حاجه عضاه، ده انت في سم مفرز في المعده والمعده عدى منه على الكبد. ما انت عشان كده ممكن واحد يكون تعبان عضو ويرجع يرتاح. فانت المعده في النص بيتم التعامل معاها مع كل السموم عادي خالص. عشان كده بقول لك انت حتى لو خدت الفولترين حقنه هيفرز في المعده تاني فهيضرها. ايوه يا باشا، لان انت الدم داير في كله وهو في النص بيعدي، فبيفرز في افرازات المعده والامعاء. فعشان كده بيعدي السم بيعدي فتلاقي الراجل يشتكي من امعائه برغم ان هو مش واخد السم عن طريق الفم، لا ده عن طريق حاجه ثانيه. ده غير ان الهستامين ريليز بيزيد مع السم اللي خده فيعمل عمليه ترجيع. في كل الاحوال الترجيع في الوقت ده راحه للجسم، تخلص من سموم جسمك عايز يخلص منها، يا اما هتستناه يخلص منها في الستول في البراز، يا اما ترجعها له بقى رجع. عشان كده الراجل اللي هو بيبقى زي ما هم بيسموه داخل في نقطه السكر بيقعد يرجع الاول شويه، بيرجع بيخلص جسمه من سموم معينه ماشي، من افرازات زياده، عشان اما يجي يسلم الدم للكبد يسلمه اطهر ما يمكن. ما خلي بالك، ما هو الكبد ده ملقف، بس ملقف داخلي. انت المفروض الاول المعده تستقبل والمعده ترفض اللي ترفضه وبعد كده الكبد يستقبل. لكن انت بتحشي فالكبد بيتضرر معاك في النص. فافرازات الانسولين بالهرمونات بتعدي على الكبد قبل ما توصل الدم. عشان كده الكبد ده فلتر، ده اهم ما يمكن الاشاره اليه. فانت ما تقوليش اصل انا اكلت فالدم عالي عندك، ده كبدك اللي اشتغل يا باشا، وده قرار كبد حضرتك. عشان كده دايما اقول لهم ارتفاع مستوى الكبد في الدم دلاله على كبد سليم. وجود اجسام كيتونيه في الدم معنى كده ان الكبد سليم. في مشكله بره ممكن، لكن الكبد ده كبد سليم، كبد هيلثي.
واكتر حاجه هيلثي فيه ايه؟ الميتوكوندريا، لان تصنيع الاجسام الكيتونيه وتصنيع السكر الجلوكوز ده قائم على الميتوكوندريا الكبديه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. يبقى معنى كده ان انت الدوره الدمويه في الدنيا كلها ماشيه، ودي دم شرياني استلم دم وريدي. لكن في منطقه البطن لا، انا بسلم دم شرياني بستقبل دم كبدي. الكبد واقف في النص زي الخازوق بيعالج، مش واقف يتفرج، بيعالج ويفلتر ويكسر ويتعامل مع سموم ويكسر ادويه ويكسر هرمونات ويخزن سكر ويصنع LDL و HDL ويصنع البومين ويصدرهم وياخد النشادر يعمل منها يوريا. فاللي داخل مش هو اللي خارج، عشان ما حدش كل شويه ما انت لو طفحت سم يا باشا هيوصل، بس الكبد الاول هيتضرر. عشان كده قرص البنادول يرفع انزيمات الكبد، قرص البنسلين يرفع انزيمات الكبد، لان الكبد بيقول لك انا بتضرر. وخلي بالك انا عايز اقول لك بقى معلومه تحطها حلقه في ودنك، تحطها حلقه في ودنك. خلاص كل لما السكر يعلى كبدك يبقى نضيف. كل ما يبقى فيه اسيتون في ريحه بقك كبدك ده نضيف. وكبدك دلوقتي بينضف كمان، خلي بالك اصل الكبد النضيف اللي هو ما فيهوش ولا نقطه دهون ده كبد صايم. ده كبد صايم ورطب دلوقتي العطر، فاهم؟ ده كبد رطب وصايم. ماشي. انا هبقى احط لكم مقاله اتقالت عني، محمد جمال كتبها عني في الاهرام، وقال لك الراجل ده بيعالج الناس بالصيام. ريحه الاسيتون بتبقى في البق وبتبقى في البول كمان. خلاص. انا مقاله بيتكلم بيتكلم عشان خاطر انا من ضمن الناس القليله اللي اتكلموا على فوائد الصيام، يعني فوائد مباشره، لان انا علاجي قايم على الصيام. علاجي قايم على ايه؟ على الصيام. ايوه طبعا حضرتك، انا الجسم بيصلح نفسه طبعا، ومعجزه ان الجسم بيصلح نفسه هو في وجود الروح. والدليل ان انت في ناس انا شفتهم بعيني، الناس لما جم يعملوا بتر لرجليه في جزء في رجل مات. فده مهما تغير له بقى مفصل، مهما تحط له حقن بلازما، مهما تعمل يا باشا الجسم باشا، انت في الاخر مهما تنظف وتقرحات وتعمل، انت جسمك اللي بيصلح. انت جسمك اللي بيصلح، فاهم؟ معدتك عايزه 3 ايام تصوم لها وهي بقت تمام تروق. المعده تصوم 3 ايام المعده تروق، لان انت عمال تدخل لها حاجات بتلهبها خلاص ريحها راحتها بعدم استخدامها، راحتها في صيامها. الفيتامينات اللي انت عايزها بعد ال 40 هي صيام حضرتك. انت مش محتاج حاجه من الدنيا يا باشا، انت محتاج اللي يقيم صلبك، اللي يوقف ظهرك، اللي يساعدك باقل الحاجات، اللي بيديك نوادر الاكلات، اللي بيديك نوادر الهدايا. ما انت ربنا ساب لك حته صغيره كده تحتاجها من بره عشان تفضل محتاج لبره. ما هو ده لو انت هتفضل قاعد صايم كده صوم الوصال زي النبي وبتاع، انت مش هتحتاج لحد. لكن لا، انت برضه كل فتره محتاج كسره خبز، محتاج معلقتين رز، محتاج شويه سكر. فانت كل فتره محتاج، بس المقصود ان انت بعد ال 40 صيامك في صحتك، الاقلال من تنوع الطعام في مصلحتك. ده اللي انا عايز اقوله، مش زي ما هم قالوا لحضرتك في دماغك. ما هو انت ربوك طول عمرك على ان الاكل هو السبيل الوحيد للصحه. غلط.